بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بعد ما اتحلت المشكلة الاولى وهي مشكلة الحجر اللي كان على باب القبر، نلاقي ان ربنا باعت رسالة حلوة قوي. النساء اللي راحوا في اول زيارة يقول لهم الملاك كده لا تخافا، وبعدها بفترة قليلة خالص يقابلهم رب المجد يسوع ويقول لهم لا تخافا. ودي فيها معنى حلوة قوي، ان ربنا عادة بيبعت رسائل بتبقى مطمئنة. الكلام ده اتكرر مع الست العذراء مريم لما الملاك رئيس الملائكة جبرائيل قال لها لا تخافي يا مريم، ولما الرعاة شافوا منظر الملائكة قالوا لهم كده لا تخافوا. يبقى دايما رسائل ربنا رسائل مشجعة بتشيل الخوف من القلب. ربنا عاوز يطمني. المعنى التاني ان ربنا عارف ان انا بسبب ضعفي البشري انسان قابل للخوف. القديس بطرس خاف وانكر، وممكن اي حد فينا مهما كان قوة جهازه النفسي او جهازه العصبي ممكن يجي عليه وقت معين وفي تجربة معينة يشعر ولو بقليل من الخوف. فربنا دايما بيطمني ويقول لي ما تخافش. عشان كده بالرغم من آلام داود النبي النفسية في مواقف كتيرة في حياته يقول كده وإن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. فالإنسان الروحي بيقاوم الخوف اللي جواه من خلال وجوده مع الله. وده اللي يفسر لنا ازاي الانبا بولا او الانبا انطونيوس شق الصحراء لوحده وقابل محاربات من الشياطين كتيرة قوي بصراحة، عشان كانوا واثقين في صوت ربنا اللي جوه قلبهم اللي بيقول لهم انا هو لا تخافوا. فربنا مقدر ضعفي ومقدر ان قابل للخوف، لكن قوتي دايما بستمدها من ربنا الحنين اللي بيطبطب عليا في وقت الشدة ويخلي الشهداء بتوع الكنيسة يقابلوا الأسود ويقابلوا النار اللي هيتحرقوا فيها وعندهم شجاعة غريبة مش أساسها قوتهم لكن أساسها صوت ربنا الدافئ اللي جوه قلوبهم. أنا وإنت في منتهى الضعف، لكن لما يكون الإنسان ولا حاجة وينضم لقوة الله يبقى قوة ربنا هي العاملة فيه. وهو ده اللي بيفسر لنا قد ايه التلاميذ القديسين وازاي بطرس الرسول كانوا في منتهى القوة. انا هو لا تخافوا. صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين.